يسعد أوقاتكم حبايبي من وين ما كنتوا تتابعوني. أشكر كل المشتركين والمشتركين الجدد اللي شاركوا بقناتي مطبخ مريم الأكلات الصحية. اليوم راح يكون فيديو مالتنا طريقة الشوي لحم البط. إذا حبيتوا الفيديو سووا ليك وشير، وإذا ما مشتركين بالقناة اشتركوا وفعلوا الجرس حتى توصلكم كل إشعارات وفيديوهات جديدة. راح نروح على طريقة العمل والمقادير. كيلو ونص من لحم البط، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من التمر الهندي. إذا ما متوفر عندكم تمر الهندي تقدرين تستعملين حبة واحدة من الليمون. ملعقة صغيرة من البهارات الدجاج، هي مشكلة البهارات متوفرة بسوبر ماركت اسمه ليدل بألمانيا. كل أنواع البهارات موجودة بها، يعني هي حاضر وجاهزة تاخذيها هيك من السوق، بس تستعملين هاي للدجاج تنطي طعم كلش طيب. وملعقة صغيرة من الملح حسب الرغبة، و4 فصوص ثوم، كوب من اللبن. بسم الله، راح ابتدي بطريقة العمل. راح ابرش الثوم كله برشته وخلصته. راح ابدي اضيف ملعقة صغيرة من البهارات الدجاج، لان هاي البهارات كلش طيبة. وملعقة صغيرة من الملح، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من التمر الهندي. مثل ما قلت لكم، إذا ما متوفر عندكم التمر الهندي تقدرين تبدليها بحبة واحدة من الليمون. يعني تقريبا كل المواد موجودة بالبيت. بس راح أخلط المواد كلها مع بعض، وبعدين راح أضيف كوب واحد من اللبن. اللبن كلش ضروري، اللبن تعطي طراوة للحم. بإمكانك تذوقي الخليط، طلع طعمه كلش طيب رهيب. هسه راح أبدأ أنظف اللحم، راح أتخلص من كل الدهون اللي موجودة بيها، لأن بصراحة مضر للصحة ومو مفيد. راح أطلع هذا الكيس وبعدين أنظفه. هنا بنات اكو ريش ناعم ده طالعة كلها ذبة، انظفها كلها. واكو طريقة ثانية راح اشوفكم اياها اللي كلش ناعم، بهاي الطريقة ننظفه بالسكين نشيله. اني عادة اذب الجلد صراحة من اطبخ، بس بالشوي ابقيه حتى لا يحترق اللحم ورا ما اخلص الشوي، وبعدين اذب الجلد. هنا ماكو دهن، كله راح اشيل هذا الدهن. بنات هنا بديت انظف حواصل البطة اللي كانوا موجودين بالكيس بداخل البطة، بهاي الطريقة نظفهم اني. وبنفس الوقت فركت البطة كلها بالملح، وحطيتها ب6 أكواب ماي وربع كوب خل، وتركتها بالماي وخل وملح مدة ربع ساعة، وبعدين اغسلها زين بماي بارد.
غسلت البط بالماء الباردة حتى أتخلص من الزنخ والملح والخال اللي ضفته عليها، بس هي ما كانت زنيخة. وهسه راح أبدي أضيف الخلطة من كل الجهات من الصفحتين، أغطيها كلها بالخلطة. هسه راح ابدي اغلفها بالنايلون مال المطبخ. هسه الساعة 5 الصبح يمين، راح اغلفها واحطها بالثلاجة لوقت الغداء. ابدي اشويها. تقريبا حطيتها بالثلاجة 9 ساعات لان احنا ناكل وقت متأخر، فهسه بالثنتين يمنا، بالثنتين الظهر. هسه راح ابدي هنا جيب الصينية مال الفرن وحطيت داخلها ورقة مال زبدة، راح احط الحواصل هم وياهم مثل ما هي بها خلطة احطها بالفرن. وهسه راح اغلفها بورقة زبدة ثانية وفوقها احط السيليفون. هنا بنات اذا السيليفون ما التزق بالسيليفون رشيه شوية ماي راح يلتزق بسرعة. شوفي ايش قد حلو التزق. راح احط على درجة حرارة عالية 250 من فوق ومن التحت على اخر الطابق. هسه راح ابدي اطبخ التمن. راح اضيف 3 معالق كبار زيت واحميه الدهن زين. اضيف كوب واحد من الشعرية، احمص الشعرية كل الزين. بعدين احمص التمن ويا الشعرية. غسلت التمن لحد ما صار لون المي ماله شفاف. راح اضيف ملعقة واحدة من الملح بالماء، ملعقة مال الطعام. راح اذوبها زين ويا الماء. هنا راح اقلب التمن وبعدين اضيف 3 اكواب ماء مغلي اللي حطيت بهم ملح. لازم يكون الماء مغلي لان طعم التمن يختلف اذا يكون ماء من البوري. هنا بنات تعذروني شوية طخت بكاميرا تحركت فما حسيت عليها. اذا نضيف شعرية راح اضيف شوية لاخ ماء لان الشعرية يحتاج لها ماء، يعني 3 اكواب ونص ماء كفاية. الماء يكون طايف فوق التمن يعني اوكي. راح نتركه حد ما يتبخر الماء. شوف يصير بهذا الشكل. شوي لغ بماء، اتركه شوي لخ ينطبخ زين. بعدين راح اتركه شوية لخ على نار هادئة. هنا ورا 10 دقايق راح اقلب التمن حتى لا يلتصق بقاع الجدر. كل تمن يختلف حسب نوعيته مالته، حسب كمية الماء نحطها. هنا بنات ورا 10 دقايق شوف شلون حلو صار شكله، انطبخ نهائيا. خلص طفيت النار. هسه نشوف لحم البط انطبخ لو لا، يراد له شوية لاغ. فراح ابدي اضيف من هذا الماء اللحم اللي طلع من عندها، ارطبها كل ربع ساعة، ارجع اغطيها. ورا ما انطبخت وشلت السيليفون وشلت الورقة الزبدة وشويتها شوية من فوق، صار هذا شكلها النهائي الحلو. شوف اللحم شلون دي فتفت كلش مطبوخة. طعمها كلش طيب، طلع رهيب. شوفوا بنات ما شاء الله شكله يخبون. شلون اعرف بنات انطبخت؟ من نشوف الجلد ينفصل عن العظم، يعني انطبخت. طولت عندي تقريبا 2 ساعة. صار هذا شكلها النهائي. اذا حبيتوا الفيديو سووا لايك وشير، واذا ما مشتركين بالقناة اشتركوا وفعلوا الجرس حتى توصلكم كل اشعارات وفيديوهاتي الجديدة.